السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نحكيو عن البطولة العربية. اليوم تبدأ البطولة العربية. نحكيو اليوم باش نعطي توقعاتي للبطولة العربية دور المجموعات كامل. نبداو بالوداد السد، انا نقول 2-2. ماتش اليوم 27 جويلية على الساعة 2 مساء توقيت تونس. الماتش الثاني الاهلي الليبي الهلال السعودي على الساعة 6 مساء. انا نقول الهلال باش ينتصر 4-1. نعرف الهلال تشكيلة كبيرة، انتقالات عالمية، وان شاء الله يقدم مستوى كبير. نتعداو للمباراة الثالثة، صفاقسي التونسي يواجه الشرطة العراقي على الساعة 4 مساء بتوقيت تونس. ان شاء الله صفاقسي النادي التونسي الكبير العريق ان شاء الله يقدم مستوى كبير في هذه المباراة، برغم خروج حارس والقائد الفريق أيمن دحمان الحارس الاساسي لمنتخب تونس. ان شاء الله محمد الهادي قعلول يدي رائع في البطولة العربية. انا نقول توقع المباراة هذه 1-1. تعادل الماتش الاخير والقمة، الترجي يواجه الاتحاد الرياضي السعودي على الساعة 8 مساء. انا الحقيقة باش نقول نتيجة بكل صراحة. الاتحاد اقوى من الترجي لحد الان. الاتحاد كريم بنزيما ونقولوا كانتي زوز بركة اقوى ميركاتو الحقيقة في الدوري السعودي هذا الموسم. الاتحاد ميركاتو كبير، ما نساوش اللاعب جوتا البرتغالي ماهوش شوية. انا نقول نتوقع هذه المباراة تشوف 3-2 للنادي السعودي. اليوم الثاني 28 جويلية الجولة الأولى مازلنا. الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه الزمالك المصري على الساعة 4 مساء بتوقيت تونس. أنا نشوف المستير أمام الزمالك، يعني المستير اللي فشل في ترشح البطولة الكونفدرالية الأفريقية رغم معناها آخر التضحيات سامحوني في اخر الموسم. الزمالك زاد كيف ما قدمش موسم كبير مع في الدوري المصري ومشاكل الكونفدرالية. هذه حاجة مش متوقعة الجماهير الفارس الابيض. انا نتوقع هذه المباراة تشوفها 1-0 للنادي المصري. نتعداو للمباراة الثانية، الكويتي يواجه الوحدة الاماراتي. نعرف اللي الكويتي يواجه الهلال السعودي وديا وخسر 3-2. قدم مباراة كبيرة برشا، شفنا هدف طه ياسين الخنيسي وهدف ياسين العمري، زوز اهداف قوية برشا ومزيانة. مباراة على الساعة 6 مساء. توقع هذه المباراة تشوفها ايضا 1-1. نعرف الوحدة الاماراتي موش فريق ساهل، فيه اللاعب الان لاعب نابولي السابق ونادي ايفرتون الانجليزي. نتعداو المباراة الثالثة، النصر السعودي ونادي الشباب السعودي على الساعة 8 بتوقيت تونس. ان شاء الله الشباب يكون ضيف ثقيل على نادي النصر. توقع هذه المباراة 3-1 لصالح النصر السعودي. نتعدى المباراة الأخيرة لهذا اليوم، الرجاء المغربي يواجه الشباب بلوزداد الجزائري. ديربي شمال أفريقيا بين المغرب والجزائر. نعرف الرجاء يعيش في فترة صعيبة ياسر بعد خسارة نهائي كأس العرش المغربي وفي دوري أبطال أفريقيا موصل كالربع نهائي. إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة مع شباب بلوزداد اللي كيف هو وصل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وتوج بالبطولة المحلية البطولة الجزائرية. أنا أتوقع هذه المباراة 1-0 لصالح الفريق المغربي. تعداو لليوم الثالث والجولة الثانية. أول مباراة الجولة الثانية يوم 30 جويلية، الوداد المغربي يواجه أهلي طرابلس الليبي على الساعة 2 مساء بتوقيت تونس. توقع هذه المباراة 2-0 لصالح الوداد. تعداو الشرطة الترجي نبداو. انا نقول الترجي باش ينتصر بنتيجة 3-0. تعداو الهلال السد دربي اسيا بين السعودية وقطر، زوج من اقوى المنتخبات في القارة الاسيوية.
توقع هذه المباراة باش تكون 2-1 لصالح الزعيم الأزرق السعودي. نتعداو لآخر مباراة، الاتحاد السعودي يواجه الصفاقسي التونسي. ان شاء الله ربي يوفق النادي التونسي، وانا نقول المباراة باش توفى 2-1 لصالح الاتحاد. نتعداو اليوم الرابع، اخر مباراة الجولة الثانية يوم 31 جويلية. الوحدة الاماراتي يواجه شباب بلوزداد الجزائري. ان شاء الله شباب بلوزداد يشرف الكرة الجزائرية في هذه البطولة، وانا نقول المباراة باش توفى بنتيجة 2-0 للفريق الجزائري. تعداو الشباب الزمالك، مباراة مهمة جدا للفريق المصري. ان شاء الله يعني الفريق المصري قدم اداء كبير، ايضا الشباب ربي يوفقوا. انا نتوقع المباراة باش توفى 0-0. تعداو المباراة الرجاء الكويت، زوز فرق قوية. انا نقول مباراة باش توفى 2-1 لنادي الكويت الكويتي. اخر مباراة المسيرة للنصر، ماتش صعيب برشا على السترية. انا نقول مباراة باش توفى 5-2 للنصر السعودي. نتعداو اليوم الخامس، اخر جولة الجولة الثالثة، السد يواجه لطرابلس الليبي. انا نقول السد باش ينتصر 2-1. الهلال السعودي يواجه الوداد، لعبوا مع بعضهم في كأس العالم للأندية المقامة في قطر وتعادلوا 2-2. أنا نتصور اليوم بالهلال باش ينتصر 3-2. الترجي الصفاقسي كلاسيكو تونس، الترجي الصفاقس على الساعة 4 مساء بتوقيت تونس. أنا نقول الترجي باش ينتصر بنتيجة 1-0. الشرطة الاتحاد آخر مباراة في اليوم الخامس 2 أوت. الاتحاد انا نقول باش ينتصر بنتيجة 4-0 في هذه المباراة. تعداو اليوم السادس والاخير 3 أوت، اخر 4 مباريات في الجولة الثالثة واخر 4 مباريات في دور المجموعات. شباب بلوزداد يواجه الكويت الكويتي، ماتش صعيب برشا على الفريقين. انا نقول ماتش باش يوفى 2-2. الوحدة الاماراتي يواجه الرجاء المغربي، ونقول الرجاء باش ينتصر ب3-1. الزمالك النصر ماتش صعيب برشا وديربي عربي كبير. انا نقول النصر باش ينتصر بنتيجة 4-1. الشباب السعودي الاتحاد الرياضي المنستير التونسي، نعرف المستير بعد ما غادر يوسف ومارو حسام تقاه باش يخليو ثغرة كبيرة في تشكيلة الاتحاد، وان شاء الله الاتحاد يقدم مباراة كبيرة امام الشباب. وانا نقول المباراة باش توفى لصالح الشباب السعودي بنتيجة 2-0. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وان شاء الله التوقعات يجيو صحيحة. نعرف فما برشا فرق حطيتهم خاسر ومش على مستوى العاطفية، معناها مانيش نشجع في الفريق هذاك نحطو رابح، لا حسب مستوى الفريقين هذوما. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، والى اللقاء الى موعد قادم.